وتطلع الاطراف راضيه جدا، واكو مواضيع شائكه، اكو مواضيع شائكه تتدخل بالناموس وتتدخل بالشرف وتتدخل هذا. يعني انا راح طريفه من الطرائف، يعني احد الشباب العلاقه باحدى البنات، فهي تداوم في مدرسه، هذا الشاب راح اتفقوا وياها العصر، جابها بسيارته ورجع ذهبت. فاجى عمه من الناس اللي يحشي لك عليهم، عم من الناس اللي الله يخصهم بهذه الصفه، يعني صفه الاقناع وصفه التدين وصفه حل مشاكل الاخرين. هذا الولد اجى قال له عمي شنو يا ابني؟ قال له والله جبتها. عمي تعالى انت تقبل على عمرك؟ شلون؟ قال له بعد هذا جبتها وانا اتحمل. قال له لا ترجع. قال له شلون ترجع؟ انا جبتها. قال لا ما رجع. وقال له شلون ترجع عمي؟ يعني قلت له. قال له ابوي انا ارجع عند الشقر. جابها الولد، هي البنت هم تحست بالخطا مالها وحست فجابها الرجال عند المضمن. قال له يا ابني تعال صبب لي اياها. اعطاك صبابه من فوق لجوا المضمن، وعنده اشعه قديمه المضمن، جاب الاشعه واجى لموها بالسياره وجابها لاهلها. اهلها لقوهم الناس مشفايين، البنت رايحه من الولد ما يخالف. فوق فنزل اشترى لها عكازات، وقفت السياره لقى الناس مشفايه. ها يابا قال لهم بويا احنا سحقناه. يابا قالوا لهم بويا سحقناه لو موتين احنا بويا ميتين، احنا عبالنا مدري. قال لهم يابا هاي البنت. المهم قال يوميا يجي الحجي يجيب لها علاقتين مال برتقال ويقعد يم راسها يكسرها يحش عليها. وقف على كيفك ونزل على كيفك. ظلت لك يومين ثلاثه رجع عليها. قال لهم عمو هي مكسوره ما كسرنا احنا. يابا خلي الطيب. قال لهم لا عايب مكسوره احنا نخطب. خطبها وين بصبابتها وتزوجوها على سنة. هذا ما يصير عند واحد اذا مو الله.